عمرك فكرت ليه في مَيّة كتير جوّه مخزن البضاعة في السفينة؟ هل السفينة دي غرقت أو فيها تسريب؟ لأ خالص، اللي أنت شايفه ده واحد من أهم الأنظمة في سفينة الشحن، اسمه نظام مَيّة التوازن ballast water system. لمّا السفينة تكون فاضية أو الحمولة مش متوزعة كويس، بتبقى خفيفة من فوق وتقيلة من تحت بطريقة غلط، وده ممكن يخلّيها تميل جامد في البحر أو حتى تتقلب. عشان كده الطاقم بيضخ آلاف الأطنان من مَيّة البحر جوّه خزانات تحت السفينة، المَيّة دي بتزوّد الوزن من تحت، وده بيخلّي مركز التوازن ينزل لتحت، يعني السفينة تبقى ثابتة وما تتهزّش من الموج العالي، ولمّا السفينة تتملي بالبضاعة بيفرّغوا المَيّة دي تاني، عشان تحافظ على العمق المناسب في البحر وتوفّر كمان في الوقود. التموجات الكبيرة اللي بتشوفها جوّه السفينة دي مش خطر ولا حاجة، ده جزء من نظام التوازن التلقائي بتاعها، بس المَيّة دي ما ينفعش تتفرّغ في أي مكان كده وخلاص، لأنها ساعات بيكون فيها كائنات دقيقة من البحر. ولو اتصبت في مكان مختلف ممكن تتأذى الكائنات دي، وعشان كده في قوانين بحرية دولية بتلزم السفن إنها تنقي أو تعالج المية دي قبل ما تفرغها. يعني المرة الجاية لو شفت سفينة فيها مية كتير ما تقلقش، دي مش غرقانة، ده سلاحها السري عشان تفضل ثابتة وسط البحر. لو حد فيكم بقى شغال في البحر يأكد لنا على المعلومة دي. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.